ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم اختيارات ماما زكية. طبعا انا كنت في الفيديو اللي فات وريت لكم دي، اللي هي المطحنه، يعني انا جبتها منين وكده، وانا سعيده بيها جدا جدا. لان انا يعني كل ما المطاحن اللي جربتها في الخلاطات العاديه كانت بتبوظ، يعني دايما تتكسر واروح اغير من القطعه اللي فوق اللي بتتكسر وارجع تاني تتكسر هي شغلانه. فانا لما بيحصل معايا كده، حصل معايا كده طبعا في المفرمه ايام ما كنت بشتغل في الاكل البيتي والكلام ده. فاخر ما زهقت رحت جبت مفرمه اللي هي بتاعت الجزارين، فما شاء الله يعني عايزه اقول لكم. فمن ساعتها بقى قلت بصي يا بت، يعني حاولي تخلي الاجهزه اللي عندك طالما كده بقى، هاتي بقى الحاجات بتاعت امير الجيوش، الحاجات بتاعت المطاعم، واخدين بالكم؟ لان بجد زيت اولا بيعملوها لهم حاجه بتبقى يعني مثلا ايه، لازم تبقى مطابقه للايزو وحاجات كده، والامان والسلامه والامن الصناعي، فبيبقوا مراعيين حاجات مش مراعيينها في الحاجات اللي بتتباع لنا احنا في البيوت، او الحاجات اللي انتوا شايفين ماليه السوق يعني، واخدين بالكم؟ فايه، فقلت اجيب الاول المطحنه في النوع ده اللي انا جايباه، في منها اكتر من نوع. ال 100 جرام شحيحه جدا لانها بتتخطف على طول. في بعد كده الربع كيلو، وبعدين النص كيلو، وبعدين الكيلو، وبعدين الاتنين كيلو. لان يعني دي في ناس بيفتحوا بينها مشاريع، يعني في ناس بتجيب المطحنه دي في البيت اللي هي الكيلو مثلا، ويفتحوا مشاريع وينضفوا التوابل ويعملوا خلطات ويبيعوها يعني، ويطحنوها ويبيعوها. بيبقى شكل طبعا انا كنت طحنه فيها كمون قبل ما اطلع على الهوا يعني. هي كده شكل السكاكين بتاعتها بالشكل ده. معاها بقى ايه؟ معاها فرشة للتنظيف، ما بتتنضفش بمية، معاها فرشة للتنظيف، ومعاها آه سكينة تانية اهو، مع غيار تاني يتركب لو دي يعني تلمت او كده، وممكن تروحي تسني دي يعني كمان، يعني ممكن تروحي تسنيها عند السنان يعني. فمعاكي سكينة تانية احتياطي، وده الضمان بتاعها وتعليمات الامان والاستخدام وكده. تمام. معاها بقى فرشه اهي، بنتي كانت بتطلعها، بتيجي معاها كمان فرشه عشان دي بتتنضف على الجاف كده بالفرشه، ماشي؟ عشان دي ايه، بتتنضف كده ايه على الجاف بالشكل ده، تنضفيها كده من التوابل. طبعا احنا مش هنستخدم فيها غير التوابل، فبالتالي يعني ايه، يعني مثلا اللي هيستخدم فيها بن بقى دوت ممكن ما اعرفش بقى يحاول يطلع ايه. هي فكرتها ان هي للتوابل فقط، واخدين بالكم يا بنات؟ هتستخدميها بقى بسكر، في سكر عايزه تطحني سكر، عايزه تطحني مثلا رز، ممكن تنضفيها بمثلا منديل مبلبل كده، مثلا كده يعني، فاهميني؟ لكن ما تتغسلش تحت الحنفيه، واخدين بالكم؟ هي مش مكتوب عليها كام واط. انا جربتها طبعا في الحاجات الكمون وجربتها في الفلفل الاسمر والحاجات دي. طبعا عايزه اقول لكم بتطلع الحاجه بودره بودره خالص كده. هجربها بقى دلوقتي في التقيل بقى، اجربها في السبع بهارات بتاعتي، لان السبع بهارات بتاعتي اللي انا بعملها بيبقى فيها حاجات تقيله، فانا هجرب فيها بقى. تمام. وهوريكم جربها فين. جربها في الخلطه بتاعتي اللي انا ايه، بجيبها كده على بعض، وساعات بعملها انا عشان ايه مستعجله اعمل لكم الفيديو، رحت جبتها ايه جاهزه كده ايه على بعض، بس حلوه برضو يعني، فيها نفس الحاجات اللي انا بحطها. ايه بصوا دي، تمام. دي بيبقى فيها بقى ايه، كركم، حصى، جنزبيل مطحون، جوز الطيب، فيها كذا واحده جوز الطيب، ممكن اشيل الواحده واخلي كده، قرفه، خشب، كوبيبه صيني، خلنجان، زر ورد،
ممكن اضيف لها زر ورد من عندي، اضيف لها شويه زر ورد، ضفت لها شويه حاجات من عندي، وضفت لها هي فيها ورق لوري، فيها جنزبيل زي ما بقول لكم. ممكن اشيل بس شويه جوز الطيب لان انا كنت بنقي جوز الطيب، ممكن اخلي واحده بس كفايه جوز الطيب، ما بكترش، عشان فيها اللي هو زهره اليانسون، نجمه اليانسون، كوبيبه صيني، حبهان، فلفل ابيض، كل ده حصى، فلفل اسود، فيها كزبره، فيها روزماري، فيها ايه تاني، فيها حاجات كتير حلوه قوي. بصوا اهو، دي انا جايباها جاهزه بصراحه، بس كنت بنقي وانا بجيبها. هنجربها بقى في الحاجات القويه دي اهي، وهوريكم هي ايه قد ايه يعني كويسه ان شاء الله. فيها كركم، في كركم يا جماعه في الخلطه. الخلطه دي بتحطيها على المحاشي بتبقى تحفه، وعلى اللحوم وعلى الخضار المسبك بتحطيه ربع معلقه كده او سنه صغيره كده، بتبقى جميله قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا محكمه الغلق جدا. ماشي، بسم الله. دي الفتحات، الفتحات دي مطلعه هوا جامد. بصوا اهو هوا حلو قوي، بتعمل تهويه للموتور. تمام. الفتحات اللي تحت دي فتحات التهويه مطلعه هوا، بتعمل تهويه للموتور. نفتحها ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفرجوا يا جماعه، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، ريحه تجنن طبعا. بصوا بقى، عايزه اقول لكم المطحنه القديمه انا كنت بعاني قد ايه ان احط لها الكركم الحصى، الله، واحط لها الجنزبيل الحصى والخلنجان، الحاجات دي كنت بعاني جدا وانا بطحنها. بصوا بودره، لا انا كان عندي حق، كان عندي حق ان انا ادور عليها. كل شويه اغير المطحنه، كل شويه اغير المطحنه. بصوا جميله جمال. ناخد الباقي بقى، احط ده على ايه، احط، اجيب حاجه احط فيه. اخد بقى الجزء الباقي اهو. ما شاء الله يا جماعه، بجد والله ما شاء الله تبارك الله. في ناس بيجيبوا اللي هي الكيلو واللي هي النص كيلو، يعني بيفتحوا بيها مشاريع في البيت، يعملوا خلطات وحاجات كده ويبيعوها. هي معموله اصلا عشان كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، يا سيدي، الله اكبر. بصوا الجمال، بصوا الجمال. عايزاكم بس ايه تصلوا كده على النبي في التعليقات. بس طحنت ايه عشان انت كمان ده صبرت عليها دي اكتر، بس طحنت اكتر. بودره خالص، بودره بودره خالص كده. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال. شويه توابل ما اقولكوش، خلطه. بصي محشي بقى، للفراخ، للحوم، تحطي كده منها ايه على طرف المعلقه كده مع الخضار مع التسبيكه، يا سيدي هتدعي لي والله. المهم المطحنه دي اخر ما زهقت، اخر ما زهقت. بصوا بقى بتتنضف كده بالطريقه دي، بالايه، بالفرشه كده، وتنضفيها على الجاف. اوعوا تنضفوها تحت الحنفيه، تتنضف كده على الجاف. تمام.
شاء الله اعمل سلسله للحاجات اللي ما بتبص والحاجات اللي احنا بنحتاجها وتكون عمليه. اكتبوا لي تعليق حلو زي قلوبكم الجميله، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.